ازاي توفر العناصر الاساسيه من البروتين ب 650 جنيه بس خلال طول الشهر. فولو لايك وشير. تعالوا اقول لكم ازاي. طيب مبدئيا لازم نكون عارفين الكميات اللي انا هقولها دي هتكفي 5 ايام بس تدريب في الاسبوع طول مده الشهر. لو انت بتتمرن اكتر من 5 ايام وشده تمرينك عاليه يبقى اكيد هتزود في الكميات، والكميات اللي انا هقولها دي هتزودك من 2 ل 3 كيلو عضل في الشهر و2 ل 3 كيلو بروتين في الشهر. وطبعا ده بتختلف من شخص لشخص، هو هدفه اللي عايز يوصل له وطبيعه جسمه عامله ازاي. طيب هنروح عند اي بتاع فراخ هنقول له انا عايز 4 صدور صدر على 700 جرام. 700 جرام يعني الصدر بيبقى عامل حوالي من 103 ل 105 في الرينج ده. هجيب الصدر 700 جرام ده هيطلع لي 6 وجبات، هقطعه زي البانيه وهوزن الوجبه على 120 جرام. ال 120 جرام دول بعد التسويه هيبقوا 90 جرام. طيب بالنسبه للبيض هروح اجيب 40 بيضه هيبقوا عاملين 140 جنيه، دول هيكفوك طول الشهر. هتاكل بيضتين في اليوم على مدار 5 ايام ب 40 بيضه. تمام. بالنسبه للجبنه القريش هتجيب 2 كيلو وهتاكل خرطه واحده بس. جبنه القريش ال 2 كيلو عاملين 90 جنيه 95 جنيه في الحدود دي. ودي العناصر الاساسيه اللي انت عايزها طول الشهر علشان تحافظ على جسمك، وان انت تزيد شويه تزود العضل ونسبه البروتين في جسمك بنسبه مش كبيره قوي، بس هيفرق معاك وفي نفس الوقت مش تخسر عضل وفي نفس الوقت هتحافظ على البروتين في جسمك. وكده يكون عرفنا ازاي